تقيم في الأسبوع الثالث ذهابا، وفاز الفيصلي بنتيجة كبيرة ب5 أهداف دون مقابل. هنا فرصة الهدف الثاني، كرة في الشباك الفيصلي بعد مناولة طويلة ممتازة. أنس حجة يضيف الهدف الشخصي الثاني والهدف الثاني للنادي الفيصلي. مناولة طويلة جميلة داخل منطقة الجزاء خلف المدافعين، غفلة دفاعية من لاعبي النادي العربي واحتفالية بطريقة خاصة من عبد الإله حناحنة مع زميله أنس حجة الذي يضيف الهدف الشخصي الثاني له في هذا اللقاء والهدف الثاني للنادي الفيصلي بعد 10 دقائق من الهدف الأول. في دقيقة 32 ينجح في ضغط الهدف الثاني. لاحظ المناولة الطويلة الرائعة جدا أيضا من شريف عدنان باتجاه أنس حجة، وأنس يجتاز حارس المرمى، يجتاز الدفاعات الغائبة عموما في هذه اللقطة. لاحظ الكرة كيف حاول عليها حارس المرمى حمزة حفناوي. مناولة رائعة من شريف عدنان مجددا، النجم في لقطة الهدف شريف عدنان في صناعته للهدف الثاني، ونجم المباراة حتى الآن أنس حجي النجم فريق الفيصلي. يستقبل هذه الكرة في المرة الأولى بالصدر، ثم يراوغ، يمر من حارس المرمى ويواجه الشباك الفارغة.